يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوز الفريق على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام المصري يوم السبت 21 أكتوبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط بعد خوضه 3 مباريات، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وانتهت آخر مباراة جمعت بين نادي الزمالك وسموحة بفوز نادي الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي. ويختتم نادي الزمالك مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة فريق NB يوم الجمعة 27 أكتوبر في بطولة الدوري المصري. وخاض محمود الونش مدافع الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة تدريبات بالكرة في مران الفريق، حيث يؤدي الونش المرحلة الثانية للبرنامج التأهيلي الخاص به. وسيغيب محمد عواد حارس مرمى الفريق مباراة واحدة فقط أمام سموحة بعد طرده في مباراة البنك الأهلي الأخيرة. ويسعى نادي الزمالك بقيادة مدربه أسوريو لتحقيق الفوز في المباراة القادمة لمواصلة الانتصارات في مهمة الفريق نحو الفوز باللقب.